هتتعالى على الكوره هتخسر، هتتعالى على الكوره هتخسر. ده اللي حصل في ماتش امبارح. حتى لو احنا بطل ابطال افريقيا، اي ماتش تلعبه لازم تكون في كامل تركيزك. بغض النظر عن ان انا مختلف مع المدرب في اختيارات كتير وفي تغييرات كتير، لكن خلينا نتكلم كده بس عن الناحيه الدفاعيه اللي اتكررت في اكتر من مره في لقطه الهدف بتاع الزمالك. اول لقطه كده بص معايا، احنا هنا الكره عند الباك الشمال بتاع نادي الزمالك، واللعيبه واقفه صح، المهاجم اللي هو ناصر منسي واقف ما بين الاثنين مدافعين محمود مرعي واحمد سامي. مره واحده كده بص بقى اللقطه اللي بعدها اهو، بقى ناصر منسي هو في وش الجون والكوره معاه، بس الكوره كانت متطرفه شويه فشاطها الشناوي صدها. تعالى بقى برضو ايه نبص على اللقطه الثانيه عشان خاطر الموضوع ده برضو لما بيتكرر بيبان ان فيه كده مشكله كبيره. دي لقطه متصوره من فوق اهو، الكوره اتلعبت بالطول لمصطفى شلبي، استلم لوحده خالص، بدا قطم لجوه بس هو حطها بقى في السماء كده بشكل غريب خالص. تعالى بقى لقطه الهدف، بص بقى كده، بص بقى انت، يعني 4 مدافعين واقفين في نص الملعب وناصر منسي لوحده. الكره بتتلعب طويله وعاليه مره واحده هوب بقى ناصر منسي لوحده. طبعا الشناوي بيلعب وهو مصاب وده غلط كبير من المدرب ان هو غامر بيه، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، وكل سنه وانتم طيبين الحمد لله.